بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمع اون سبورت في كل مكان، وحلقه جديده من 1 2 معاكم حازم امام من 2 ل 3، وبنتكلم دايما عن الكوره وبنتكلم دايما عن اللي بيحصل في الكوره. طيب يعني اخبار كتير طبعا. الزمالك بيحجز الثاني خلاص، جدول زي ما احنا شايفين، اهلي زمالك بيراميدز مقاولين. الموضوع خلاص انتهى تماما. الزمالك كسب 3-1. ماتش كان طبعا فيه اجابات كتيره. عوده شيكابالا مهمه جدا في حته منطقه نص الملعب او بلاي ميكر رقم 10، واعتقد هيكون جاهز للماتش ان يكون حتى بديل لاوباما في الحته دي، وعملها بشكل كويس. لعب 57 دقيقه حوالي شيكابالا. ربنا طمنا على طبعا برضو الونش. اصابه كانت جزع في الصابونه، شد خفيف لعبد الله جمعه. اعتقد ان شاء الله باذن الله انه هيلحق باذن الله، انه لحق نفسه وطلع بدري يعني ربنا يسهل على الونش ان شاء الله، ما يبقاش حاجه صعبه يعني. ان شاء الله يلحق باذن الله. ما اعرفش كان هيلحق ولا لا، طبعا كل شيء وارد في كرة القدم، لكن اكيد مهم جدا الونش يكون موجود في دفاعات نادي الزمالك، خصوصا ان لغايه دلوقتي محمود علاء برضه يعني مش 100%. هو بيبقى موجود او يعني بيتكلم ان يعني هو اتحسن كتير، لكن لغايه دلوقتي لسه مش اكيد 100%. النادي الاهلي طبعا الدنيا بالنسبه له سهله. كسب الماتش الثاني بشكل كويس. ماتش طبعا الرجاء، ماتش الوداد، وعنده ماتش طلائع الجيش الاخير. اعتقد ممكن يلعب بالسكند تيم، يلعب بلعيبه كتير ما بتلعبش، الله اعلم. خلينا ناخد على التليفون كابتننا كابتن وليد صلاح الدين برضه يتكلم معاه شويه في الكوره. احنا الدوري بيخلص خلاص، والموسم الاخير او الاسبوع الاخير خلص، واكيد هتكلم معاه في حاجات كتيره عن الدوري المصري هذا العام. كابتن وليد مساء الخير. كابتن حازم مساء الفل. ازيك يا ولش، عامل ايه يا جميل؟ ازيك يا زوم، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله كله تمام. طيب يعني ما بين الزمالك والاهلي، والاهلي بيصعد لفاينل افريقيا، الزمالك عنده ماتش مع الرجاء، شفت ماتش الاسماعيلي من يومين. شايف اداء الزمالك، اداء الاهلي، ماتش طلائع الجيش هيلعب فول تيم وجهة نظرك، ولا يريح اللعيبه، ولا اللعيبه كده تبقى قاعده فتره راحه كبيره قوي وده غلط على اللعيبه، لازم تلعب في النص؟ شايف ازاي ماتش الاهلي والطلائع، وشفت ماتش الزمالك والاسماعيلي؟ يعني مبدئيا الجدول مترتب صح، يعني كل فرقه في الموقع اللي تستحقه. انا شايف ان النادي الاهلي بطل المسابقه، نادي الزمالك كان يستحق المركز الثاني، لان هو برضه بيراميدز فرط كتير. نادي الزمالك صحيح فرط في نقاط كتير، لكن انا شايفها عادله ان نادي الزمالك في المركز الثاني، بيراميدز ياخد المركز الثالث، المقاولين ياخد المركز الرابع. يعني كلها مراكز عادله، حتى اللي نزلوا هارد لك كلهم اجتهدوا وكافحوا، لكن هم كانوا اقل 3 فرق اداء. فبالتالي الحمد لله بنختم الموسم. وانا شايف برضو تاني ان احنا لو رجعنا لورا يا كابتن حازم هنشوف ان قرار عودة الدوري ده كان قرار صح دلوقتي، والاهلي في نهائي افريقيا، وان شاء الله الزمالك يحصله باذن الله ويبقى النهائي مصري خالص. وكمان بيراميدز كان بيلعب نهائي الكونفدراليه، فاظن ان مباريات الدوري عدت اللعيبه بشكل كويس قوي عشان نوصل للي وصلنا له. الزمالك والرجاء ان شاء الله الزمالك قادر باذن الله انه يحقق نتيجه ايجابيه ويصعد، ونتفرج على مباراه جميله بقى، كلاسيكو الكره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للاهلي وماتش طلائع الجيش، يعني شايفه ازاي، وشايف موسيماني يستفيد منه ازاي الماتش ده؟ اظن ان هي بتبقى، والراجل عملها قبل كده واحنا قلناها في الاستوديو كتير، ان المباريات دي بجيب انا القائمه او الخريطه بتاعتي وادي كل واحد حسب الحاله بتاعته. بمعنى ان مثلا واحد زي كهربا ياخد، لان كهربا بقاله فتره كبيره ما كانش بيلعب وبدا ياخد على فترات، حتى نزوله في المباراه الاخيره برضو مش بالتاثير اللي احنا عايزينه. فكهربا ياخد، ممكن حسين الشحات يريح، قفشه يريح، ممكن بادجي ياخد من الاول، ممكن اجاييه يريح. تيجي في نص الملعب لازم ادي حمدي فتحي مثلا، ما بيلعبش بقاله فتره، لازم ديانج يريح، وممكن ديانج والسوليه الاثنين يريحوا وياخد حمدي فتحي، وممكن حد تاني في نص الملعب يجربه. في عنصر مهم جدا اللي هو محمود وحيد في غياب احمد فتحي عن النهائي، لازم محمود وحيد يكون موجود. ما تضمنش علي معلول ممكن ما يلحقش او يرجع ويبقى مش سليم قوي، لازم يكون البديل بتاعه. انت مش هتقدر خلاص تجيب حد تلعبه، احمد فتحي مش موجود. فعلي لطفي لازم ياخد برضه من بدايه المباراه، خد ربع ساعه في المباراه الاخيره وجي فيه جون، لازم انا برضه اديله الثقه وبلغه الكوره كده افوقه. لو اي
اي سردباك رجع من الاصابه ياخد، يعني لو رامي موجود ماشي، اي ما اعرفش سعد برضو حالته عامله ايه، لازم افوق حد. فاظن ان هي بتبقى خريطه، بشوف كل مركز انا عايز منه ايه، وطبعا كل ده يكون المقيد افريقيا. يعني برضو مش هقدر العب قوي بالقائمه المحليه او بولاد صغيرين الا لو انا خلاص يعني مش عايز في مثلا لعيبه عايز اريحها زي مثلا ديانجو السوريه، فهلعب بحمدي فتحي، ممكن اجيب ناشئ صغير لو مش مقيد. فالنادي الاهلي يعني انت عارف هي احتفاليه، والمفروض انه هيستلم الدرع يوم مباراه طلائع الجيش، والمباراه هي دي الاهميه بتاعتها، ان انت تدي كل اللعيبه اللي محتاجه. ممكن جيرالدو مثلا ياخد من الاول، احمد الشيخ ياخد من الاول، اللعيبه اللي هي مقيده معايا افريقيا وفي نفس الوقت ما بتلعبش بقالها مده وغايبه. صالح مثلا، صالح جمعه ممكن ياخد جدا في مركز رقم 10 من بدايه المباراه، انت مش محتاج من المباراه حاجه يعني. الماتش في الفاينل افريقيا في كفه وترجح كفه، ولا الاثنين كفتهم متقاربه يا كابتن وليد؟ لا 50-50، بس انا اتمنى برضو يا كابتن حازم منك ومن الكابتن سيف ومن الكابتن شوبير ومن كل الاعلاميين اللي عندهم برامج نشتغل يا كابتن حازم على فكره نبذ التعصب. اتمنى ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي بعد لما الزمالك ان شاء الله يكسب الرجاء ويبقى النهائي اهلي وزمالك، اتمنى كلنا نشتغل على فكره ان يا جماعه كوره زي كلاسيكو الكره الارضيه كده، برشلونه وريال بيلعبوا بعض مليون مره، وكل مره الريال يكسب، مره برشلونه يكسب، الاحسن بيكسب، اللي فايق في ارضيه الملعب. عايزين ناخدها كده، ما نبقاش القصه كلها في ان اللي هيتغلب ده هيتدمر والجمهور وهنقعد نحفل على بعض. احنا المفروض برضو هاخد منك انت كلمتك دي في الاستوديو، لازم نشوف نفسنا زي ما الناس شايفانا. يعني الناس شايفانا كبار قوي والناس شايفانا كويسين قوي، احنا كمان نفتخر بان احنا بنلعب نهائي افريقيا عندنا في بلدنا. ده فخر كبير، ما ينفعش بقى اللي يتغلب يعني نقطعه ايا كان الاهلي او الزمالك. لازم نفتخر بفرقتنا، ولازم نفتخر ان دول قوام منتخب مصر الاساسي. وكمان لازم احنا نهدي الدنيا عشان اللعيبه تبقى هاديه في الملعب، لان احنا لو قعدنا الوتيره تسخن ونعلي هتبص تلاقي طارق حامد والسوليه دول بياكلوا بعض، وهتبص تلاقي لعيبه في منتخب مصر مع بعض، يعني هتبقى المساله صعبه. ايمن اشرف ومصطفى محمد في لعيبه مواجهات مباشره في الملعب. فيا ريت على قد ما نقدر ان احنا نوصل للعيبه ونوصل للسوشيال ميديا ونوصل للجماهير ان يا جماعه كوره 90 دقيقه، الاحسن ممكن تمتد ل 120 دقيقه، الاحسن في الكوره والاحسن يوم المباراه هو اللي هيكسب، ولا انت احسن ولا انا احسن. الفرقتين هم قوام منتخب مصر، اللي ربنا موفقه في اليوم ده واللي هيبقى جاهز واللي هتبقى حالته كويسه هيكسب المباراه، بغض النظر عن هو احسن او مش احسن. اتمنى ان احنا نشتغل الاسبوع ان شاء الله اللي بعد مباراه الزمالك والرجاء على الجزئيه دي، مهمه يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن وليد بشكرك يا فندم، شكرا على مداخله حضرتك القيمه، وفعلا دايما لازم نعمل انها رياضه. طبعا انا عارف التون عالي جدا هيبقى، يعني خلينا نعدي بس ماتش الزمالك الاول ان شاء الله، الزمالك يعدي الموضوع، لكن بعد كده يعني في الاخر هي كوره، وفي الاخر بنقعد نناكف في بعض ونهزر مع بعض ونشتغل بعض، لكن الامور لا تتطرق لحاجات اكتر من كده. دايما في الاخر كل بيت فيه الاهلاوي فيه الزملكاوي، فيه الاخوات اللي زملكاوي اهلاوي، فيه الاب زملكاوي الابن اهلاوي او العكس، وبالتالي يعني الدنيا لازم يعني تبقى ان شاء الله في حدود الكوره والرياضه بشكل عام. ان شاء الله نتمناها باذن الله نهائي مصر خالص، نتمنى باذن الله التوفيق نادي الزمالك زي ما النادي الاهلي توفق ولعب ماتش عالمي ولعب مباراتين كسب فيهم جاب فيهم 5 اهداف في السيمي فاينال. نتيجه كبيره قوي انك تبقى في السيمي فاينال تكسب هنا وهناك، هناك 2 وهنا 3، رقم كبير وفرقه كبيره فرقه النادي الاهلي مع موسيماني. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا.
ورجعنا لكم تاني ومعاكم حازم امام، بنتكلم دايما عن الكوره من 2 ل3، ويمكن يعني الدوري خلاص خلص بحاجاته بكل حاجه زي ما بيقولوا كده، بسلطاته ببابا غنوجه بكل حاجه، وعرفنا مين اللي نزل وعرفنا مين اللي مربع الذهبي ومين التاني ومين التالت. فخلينا نتكلم بشكل عام عن الدوري. معايا على التليفون صديقي العزيز امير عبد الحليم، كلامه حلو في الكوره وبيتكلم دايما في الكوره على طول حاجات بشكل. هنتكلم معاه بشكل عام عن الدوري، رايه ايه في الموسم القروي الغريب ده. امير مساء الخير. على كل مستمعي اون سبورت اف ام. حبيبي يا امير، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ وقول لي احساسك ايه بعد ما قضيت موسم قعد سنه واكتر من سنه. احنا كمان اتضغطنا زي اللعيبه كده بعد الكورونا، بقينا نعمل استوديوهات كل يوم كل يوم كل يوم زينا زي اللعيبه يعني، فكان عندنا حمل بدني كبير يا كابتن امير، بس اهو شغالين على الاستشفاء دلوقتي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب انا طبعا بشوفك وبتابعك وبشوفك طبعا في حلقات مع ميدو كمان، بتطلع بتتكلم على الدوري المصري واحسن لعيبه في الاسبوع. طيب خلينا الدوري المصري بشكل عام، يعني مش عايز اتكلم عن الزمالك والاهلي بس، لان الدوري المصري فيه حاجات كتير برضه، احنا دايما كلنا بنتكلم عن الزمالك والاهلي، لكن انا شفت الفقره بتاعه اللعيبه وبتتكلموا على اللعيبه واحسن لعيبه، كنتوا بتتكلموا على لعيبه كتير مش موجوده في الزمالك والاهلي. يعني هل السنه دي مثلا ممكن نقول في لعيبه ظهرت بشكل كبير في الانديه الاخرى؟ هل في اسامي طالعه مبشره بالخير مثلا في الكره المصريه؟ انا عايز اقول لك يا كابتن حازم ان اللي انا هقوله ده ممكن يبقى مفاجاه لناس كتيره، بس الحقيقه ان فرقه اسوان زي ما قدمت لنا مدرب بقيمه كابتن احمد كشري اللي قدر ان هو يحقق معاهم يعني البقاء في الدوري، وكان قبله طبعا كابتن مجدي عبد العاطي، لكن الحقيقه ان فرقه اسوان مليانه مواهب صغيره في السن وكلها مميزه جدا. يعني بنتكلم عن فادي فريد وبنتكلم عن كريم الطيب، الاثنين دول عملوا موسم كويس جدا جدا مع اسوان، والحقيقه ان هم خدوا الفرصه امتى؟ لما احمد عبد الظاهر واميد اوكري الاثنين اتعرضوا لاصابات في الرباط الصليبي، فكان غيابهم لفتره طويله، والحقيقه ان وقتها اسوان كان بيعاني، يعني وقتها اسوان كان بيخسر بنتائج كبيره جدا. يعني الناس تفتكر مثلا الخماسيه اللي خدها من الاهلي في اعتقد كانت في الاسبوع الثالث او في الاسبوع الرابع، وكانت على ملعب اسوان. ناس كتيره كانت متوقعه ان اسوان هو اللي هيكون اول الهابطين للدرجه الادنى، لكن اسوان لما اعتمد على اللاعبين الصغيرين في السن والشباب قدم الصراحه اسماء كويسه جدا، اسماء مميزه قوي ممكن نشوفها السنه الجايه في فرق يعني بتكون بتنافس حتى كمان. يعني بنتكلم عن ان في كلام عن ان فادي فريد، وهو على فكره في مهاجم في منتخب مصر الاولمبي، بنسمع ان في كلام ان هو ممكن يروح الاهلي او الزمالك. كريم الطيب نفس الحال، لعيب صغير في السن وبرده مهاجم منتخب مصر للشباب، وبرده في كلام عن ان هو ممكن يبقى في انتقال بينتظره الفتره الجايه. محمد عبد المجيد كمان لما لعب قدم بشكل كويس جدا، ابراهيم جلال لما لعب قدم بشكل كويس جدا. فالحقيقه فرقه اسوان قدمت لنا اسماء يعني كانت مفاجاه لناس كتيره جدا، خصوصا لما اتحرروا من الضغوط في الجولات الاخيره وقدروا ان هم يحققوا نتائج مميزه جدا زي الفوز على نادي الزمالك، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا. لكن هم عملوا ماتش كويس وحتى كمان يعني الناس كلها اشادت بيهم. يعني اعتقد ان ما حدش وقتها كان بيتكلم على ان اسوان كان ضربه حظ، الفوز على الزمالك ضربه حظ، بالعكس كل الناس كلها اشادت بالاداء اللي كانوا بيقدموه. وبعيدا عن اسوان طبعا في لاعبين انا شايف ان هم ظهروا بشكل كويس جدا في فرق تانية. يعني مثلا على سبيل المثال حسين علي من المصري، الباك الشمال المصري، عمل موسم كويس جدا، وهو لاعب يعني مميز كمان في الضربات الثابته في الركلات الحره. ويمكن المصري كان مفتاح بقائه في الدوري هو ان حسين علي سجل من ركله حره في الجونه، فقدر ان هو المصري بالثلاث نقاط اللي جمعهم من الجونه ان هو يضمن البقاء رسميا في الدوري. انا شايف ان هو يعني لاعب كويس جدا. والحقيقه ان برضه محمود وادي من المصري قدم موسم كويس جدا، وهو خلاص الموسم الجاي هو المفترض ان هو وقع مع نادي بيراميدز. انا مش شايف انها مفاجاه، محمود وادي الحقيقه هو اكتشاف كابتن حسام حسن، هو اللي اختاره من الدوري الاردني، من فريق عاشر الدوري الاردني، يعني حتى كمان مش فريق بينافس على التتويج بالدوري الاردني. فاكيد كابتن حسام حسن يعني ده مهاجم يعني كابتن حسام حسن هو يعني العين اللي تقدر تقول ده مهاجم كويس ولا لا. فكان اسم كويس جدا من المصري، عمل موسم كبير، وبنبارك له على الانتقال لبيراميدز. في نفس الحال
انبار من نادي انبي. هو اول لاعب كابتن حلمي طولان طلب عودته لنادي انبي الموسم الجاي، لانه لاعب مميز جدا ولفت الانظار، والحقيقه ان هو لعيب صغير في السن ومنتخب مصر اولمبي، يعني تربيه منتخبات، وبيتمتع يمكن بلياقه بدنيه عاليه وكمان طول مناسب جدا لامكانياته كقلب دفاع. وانت طبعا عارف ان مشكله الطول دي حاليا بالنسبه للباكات عندنا في مصر بقت ازمه. يعني تيجي تبص على الباكات بتوع الاهلي تبص مفيش حد طويل زي ما كنا متعودين زمان، ولا حتى الزمالك. احمد ما شاء الله صغير في السن وعنده المقومات البدنيه والمقومات الجسديه اللي تخليه مدافع كويس، وهو تربيه منتخبات، فهنشوفه مع انبي الموسم الجاي. وطبعا انبي يعني محمد شريف اللي اعتقد ان هو هيرجع الاهلي قريبا يمكن الموسم الجاي، لان هو يعني الحقيقه الراجل فضل بينافس على صداره هداف الدوري لحد الجولات الاخيره. ففي اسماء كويسه جدا، كريم فؤاد برضو من انبي، وكريم فؤاد اعتقد ان انبي خلاص حسم استمراره معاه في الموسم الجاي بعد منافسه من الاهلي، لكن خلاص قدر ان هو يشتري بطاقته من نادي النجوم علشان يبقى مع الفريق. فاعتقد ان السنه دي رغم ان الموسم كان طويل وقعد اكتر من سنه، لكن في مواهب شابه ظهرت في الدوري، في اسماء اعتقد ان هي لو كان عندها الفرصه ان هي تتطور وتحافظ على ثبات المستوى على مدار موسم كامل، ده هيمهد لها ان هي تمضي فريق كبير بقى الاهلي او الزمالك او بيراميدز، يعني لو حافظوا طبعا على مستواهم في الموسم الجاي الاسماء اللي احنا قلناها دي كلها. اشكرك يا امير، والله انت عامل سيرفي جامد جدا ومتابع ومركز مع كل اللعيبه، يعني مش بس زمالك واهلي مثلا وبيراميدز، كل اللعيبه ما شاء الله هعرفها صم. يعني هنتكلم مع بعض اكيد الاسبوع الجاي برضو بعد ان شاء الله ما الزمالك يعدي، ونتكلم على فاينل افريقيا اللي اكيد هيبقى فاينل، يعني اول ما يحصل في تاريخ مصر ان فرقتين يوصلوا فاينل الزمالك والاهلي. نتمنى ان شاء الله يا رب. في كفه ترجح كفه، ولا شايفها ازاي المباراه دي؟ لو ان شاء الله يعني الزمالك عدى ماتش الرجاء، برضو خلينا الزمالك لسه ما عداش الرجاء، فشايف اولا ماتش الرجاء برضو ازاي؟ خليني بسرعه اتكلم معاك على ماتش الرجاء مع الزمالك. ماتش الرجاء هيبقى اصعب على الزمالك. اعتقد ان هو لو كان مقيم في ميعاده كان هيبقى الموضوع اسهل بالنسبه للزمالك. خلينا نتفق ان الرجاء وجه مختلف شويه عن الوداد بيمر بموسم كارثي، وجمهور الوداد نفسه ما كانتش متوقعه التاهل على حساب الاهلي، ما كانتش متوقعه النتيجه الثقيله دي ذهابا وايابا، لكن ما كانتش متوقعه ان هي هتعبر عقبه الاهلي. انما الرجاء جمهور الرجاء كان بيمني النفس بفوز في المغرب يضمن لهم التاهل مبكرا، فهم في حاله صدمه رهيبه بعد الخساره في المغرب. والحقيقه ان كمان الفريق ما قدمش اداء زي اللي كان بيقدمه في الدوري. يعني الناس كلها متابعه وعارفه ان الرجاء توج بالدوري المغربي بعد غياب 7 سنوات، والفريق ماشي بشكل كويس في البطوله العربيه وفي دوري ابطال افريقيا. فالناس كانت متوقعه، او جمهور المغرب كان متوقع ان الرجاء هيبقى كفته اعلى من الوداد في المباراه ضد الزمالك. المباراه الجايه هتبقى صعبه على الزمالك، صعبه لان احنا شفنا اللي حصل في المباراه النهائيه لكاس الكونفدراليه، واللي حصل من الحكم ضد بيراميدز، واللي محدش يقدر يختلف على ان هو يعني مش عايزين نقول اتهامات، بس في النهايه بيراميدز كان ليه حق في المباراه اكتر من كده، اكتر من اللي احنا شفناه. المباراه هتبقى صعبه على الزمالك لان الرجاء هيجي مش خسران حاجه، انا واحد خسران على ارضي 1-0، مش هتفرق خالص لو خسرت بره ملعبي تاني، انا جاي اكسب، هي ملهاش حل. انا لازم من اول دقيقه ادور على ان انا اسجل هدف. الزمالك لازم يلعب على استغلال نقط الضعف اللي استغلها بشكل مميز جدا جدا في مباراه الذهاب. الهفوات الدفاعيه اللي ورا الباكين الزمالك استغلها بشكل كويس جدا وقدر ان هو يسجل منها، وهتستمر اعتقد وهتزيد كمان في ماتش العوده، لان الرجاء هيلعب جيم مفتوح اكتر وهيبقى بيهاجم اكتر وهو عنده اسلحه هجوميه مميزه. فاعتقد ان الزمالك ان شاء الله باذن الله لو قدر ان هو يمتص ضغط الرجاء في الدقيقه الاولى يقدر ان شاء الله يسجل هدف العبور ويبقى نهائي زي ما حضرتك قلت لاول مره في التاريخ نهائي مصري. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. بشكرك يا امير، شكرا جزيلا، نورتنا
ودايما منور معانا كده، ودايما بنستفيد من كلامك في الرياضه، في كلام مهم جدا. ويمكن بنتكلم عن الدوري المصري واهميته واللعيبه اللي ظهرت فيه، وامير يمكن ذكر لعيبه كتير ممكن ناس كتير مش عارفاها قوي، لكن يعني ده من الناس اللي احنا متابعينها او امير قايل عليهم خليه بالكم منهم. السنه الجايه ممكن تلاقي ارقامهم واسمائهم احسن بكتير كمان الفتره الجايه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني وبنتكلم وزي ما قلنا يعني بنعمل زي حصاد شويه، بنتكلم عن الدوري المصري. خلاص احنا بكره كمان يعني بكره ماتشات الاسبوع الاخير، بكره وبعده وخلاص زي ما قلنا اتحسم المراكز الاولى والثاني والثالث والرابع المربع الذهبي، واتحسمت الهبوط. خلينا ناخد على التليفون كابتن اسامه نبيه صديقنا العزيز طبعا ومدرب المنتخب السابق ويعني نجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن اسامه. مساء النور يا كابتن حازم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعيك الكرام. ازيك يا اسو، عامل ايه؟ وحشني كتير يا حزومه. طمنا عليك السعوديه، طمنا على تجربه السعوديه، يعني رحت ورجعت، ايه اللي حصل في السعوديه؟ الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ طمنا عليك كده. والله الحمد لله الامور كانت ماشيه تمام قوي بخير، بس الدوري مختلف شويه عن السنه اللي فاتت. انا كنت موجود هنا السنه اللي فاتت برضه الدوري كان قوي جدا، كان الدوري كله مدعوم. كان الوزير الرياضه السعودي تركي آل الشيخ كان داعم كل انديه المملكه بشكل جيد جدا في الفتره اللي هو كان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه او وزاره الرياضه في السعوديه. السنه دي شويه بعد جائحه كورونا الامور اختلفت شويه كتير جدا عن الموسم اللي فات، لكن احنا عندنا تجربه ناجحه بكل المعايير والمقاييس، لان احنا رجعنا في نفس المكان اللي احنا كنا موجودين فيه الموسم اللي قبله، فده بيعتبر لينا نجاح وادينا شكل جيد جدا خلال الفتره اللي فاتت. لكن الامور الواحد ما حبش يبعد شويه عن مصر واجواء مصر والدوري المصري، وانت عارف المغامرات اللي موجوده في الدوري المصري، فالواحد حب تاني يعود ويخوض مغامرات الدوري المصري بكل درجاته يعني. أسامة عايز أسألك في حاجة تانية. منتخب مصر، أنت كنت ماسك منتخب مصر فترة كبيرة وحققت معاه إنجازات كبيرة، فاينل أفريقيا وكأس عالم. قول لي يعني لو هيجي فترة توقف وما خدتوش فيه ماتشات مثلا زي اللي بيحصل دلوقتي مع كابتن حسام أو اللي حصل معاه، بيأثر جامد ولا الدوري أهم دلوقتي؟ أنت كمدرب منتخب عديت بالمراحل دي أكيد، شايف المدرب من حقه إنه يتمسك بالتوقف الدولي ولا ساعات الضرورة تبيح وان هو الماتشات اهم وكده؟ لا الحقيقة كانت احيانا كتير الضرورة بتبيح لينا ان احنا ما ناخدش لعبتنا لما بيكون عندنا مثلا غمار افريقي، مثلا الاهلي والزمالك اللي هم بيمثلوا القوام الرئيسي والاساسي لمنتخب مصر. زي الفترة اللي فاتت دي واللي احنا عايشينها دلوقتي، الاهلي والزمالك بياخدوا غمار البطولة الافريقية او الشامبيونز ليج. بالنسبة لنا دي بتبقى اقوى كتير من ان انت تجيب فرقه زي مثلا فرق من الفرق الصف الثاني في افريقيا، او ما تكونش عامل مباراه دوليه وديه على اعلى مستوى. فبالتالي الاحتكاك اللي انت بتخوضه من خلال الاهلي والزمالك وبيراميدز على سبيل المثال في المحك الافريقي او في المعتركات الافريقيه، بتبقى بالنسبه لنا يعني تجارب اقوى كتير من ان انت تجمع اللعيبه، خصوصا ان احنا بنمر دلوقتي بمرحله عدم الالتزام والاجراءات الاحترازيه في فيروس كورونا. مجموعه المحترفين اللي هتبعت تضمهم برضه بيخوضوا غمار دوريات قويه جدا في اوروبا وفي العالم كله. فكل الاحتكاكات دي بتبقى بالنسبه لي الناتج بتاعها ايجابي اكتر من ان انا اعمل معسكر. دي في ظروف بتحكم فيك كده. احنا يعني عدت علينا الظروف دي، ايوه عدت علينا. انا شايف ان كابتن حسام البدري وفق تماما في ان هو يسيب المجموعه بتاعت الاهلي والزمالك وبيراميدز والمحترفين ياخدوا غمار دورياتهم وبطولاتهم الافريقيه اللي احنا بس هو اسامه لو مثلا لا قدر الله نتيجه مثلا مش موفقه، هيبقى الكلام كده تفتكر؟ نتيجه موفقه في نتائج مش موفقه المنتخب نفسه؟ نتيجه غير جيده في المنتخب. لا بص، دي ملهاش علاقه. انت بتاخد القرار، انت المنوط باتخاذ القرار. انما النتيجه توفق فيها انت زي ما احنا بالبلدي كده بيقولوا يعني ايه، مش ضامن العواقب بتاع. لكن انا عايز اللعيبه يكون عندها عدد ماتشات افريقيه قويه، خصوصا يا حازم ان انت بتلاعب فرقه قويه جدا في القاره اللي هو فرق المغرب. فانت لو لعبتها انت النهارده هتبعت تجيب مين او انت هتروح تلاعب مين؟ عندك اجراءات بتاخد وقت كبير جدا في ان انت تشارك. في فرق حوالينا، تونس بعدت تلعب، المغرب بعدت تلعب، جابت فرق كتير، فرق خاضت طبعا منافسات، لكن انت الحمل والضغط
النفسي والعبء النفسي والبدني اللي على اللعيبه خلال الفترات اللي فاتت ما يسمحش ان انت كمان زي ما بنقول احنا بالبلدي كده نحشلهم مباراه افريقيه دوليه مع المنتخب. لا، كافي قوي الضغط النفسي والبدني اللي على اللعيبه من خلال الماتشات الدوري ومن خلال بطوله افريقيا. فكافي قوي ان انت بس تطلع انت تتمنى لهم ساعات كمان السلامه يا كابتن حازم في ماتشاتهم الافريقيه وماتشاتهم اللي هي في ماتشات الدوريات الاوروبيه كلها، بتبقى انت بتلعب وانت فانت كمان ما تحطش عليهم حمل بدني كمان لا قدر الله تخسر منه عامل بدني او حتى اصابات او لا قدر الله. سنه استثنائيه انا شايف ان هو موفق فيها بغض النظر عن نتيجته في اي مباراه رسميه دوليه جايه يعني. طب اسامه برضو انتوا واسين منتخب، يعني كان دايما يقعدوا يقول لك انت ما بتاخدش مش عارف سين ليه، ما بتاخدش صاد ليه، ما بتعملش ليه. نعم. دلوقتي انت بره المنتخب، شايف حسام الاسامي اللي بياخدها، هل في اسامي انت شايفها ممكن تنفع منتخب مصر مش موجوده؟ لا الحقيقه هو حاطط ايده على كل مفاتيح، ويمكن هم برضو لو رجعنا بالذاكره لورا كده هتلاقي من 70 هنقول يعني 70% من قوام اللي كان موجود معانا في منتخب مصر في الفترات اللي فاتت موجود مع الكابتن حسام حسن. طرح على الساحه عناصر اشتغلت بشكل جيد جدا، ابرزهم مثلا على سبيل المثال من وجهه نظري مصطفى محمد هيشتغل وهيشتغل بقوه الفتره اللي جايه. حسام حسن عنده حاله من النضج، حسام حسن سموحه عنده حاله من النضج مع سموحه في الفتره اللي كان لسه بداياته معانا في المنتخب، لكن ما كانش بمرحله النضج اللي هو بيمر بيها. عنصر من العناصر اللي ممكن يبقى ليها دور فعال في المستقبل ناصر ماهر ممكن يخش بشكل كويس جدا بديلا لعبد الله السعيد. في عناصر اتخيل ان هو حاطط عينه عليها، في ناس انضمت، حسام حسن بينضم، في مصطفى محمد طبعا موجود بصفه مستمره، ناصر ماهر هيبقى على الساحه، في مجموعه ظهرت في بيراميدز بشكل كويس جدا ناس مش واخده بالها منها بس جايين المستقبل على الطريق بشكل كويس جدا. لو حاولت تسمع للناس وترضي كل الناس هتلاقي قوامك بقى 80 لعيب وده صعب شويه. انت في فتره حرجه، فتره انتقاليه، وعمر ما في مدرب في منتخب مصر مش هيشتغل في فتره انتقاليه. يا اما بتشتغل تحت ضغط ان ناس حققت انجاز فبتشتغل تحت ضغط، ويا اما بتشتغل تحت ضغط ناس حققت اخفاق وبتشتغل تحت نفس الضغط. فلو تسالنا احنا اشتغلنا تحت ضغط، اجيري جه اشتغل تحت ضغطنا احنا اللي هو الوصول لنهائي كاس الامم الافريقيه ومن ثم الوصول لكاس العالم. الكابتن حسام البدري برضه بيشتغل تحت ضغط اخفاق اجيري في 2019. فما فيش حاله هتبقى فيها الشغل بشكل فيه اريحيه خالص يا كابتن حازم. عشان كده كان الله في عونه. النهارده كمان المشكله الاكبر فيروس كورونا والجائحه اللي احنا بنعيشها والعالم كله والاحداث اللي احنا بنعيشها في العالم برضه ضغط نفسي وعبء نفسي بعيد تماما عن العبء بتاع الشغل يعني. لا ففي ضغوط طبعا كان الله في عون. اللي زي ما بيقولوا اللي ايده في الميه مش زي ايده في الميه. انت بس قاعد من بره او كلنا قاعدين من بره ما خدش وخد، لكن اللي عايش لا الموضوع بيبقى مختلف تماما خالص يعني. الناس دايما يقول لك احنا بنكسب ايامكم يعني، بس ما بنلعبش حلو. ده طبعا سمعت الموضوع ده 50 مره. خليني اطلع لفاصل وارجع بس تردي على السؤال ده في ظل الامر الواقع اللي احنا عايشين فيه. هل نعرف نلعب كوره حلوه مع اللعيبه اللي موجوده ولا الكلام ده صعب يتحقق؟ خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني ومعاكم حازم امام على اون سبورت اف ام 93.7 ومعايا على التليفون كابتن اسامه نبيه. كنا بنتكلم معاه طبعا على مواضيع كتير، ولكن سؤالي يا كابتن اسامه قبل الفاصل على دايما كان بيواجهكم انتقاد كبير يقول لك انتوا بتكسبوا بس ده مش مصر ودي مش كوره مصر. وبعد ما مشيتوا حصل نفس الكلام، مصر ما لعبتش كوره حلوه برضه مع اجيري. دلوقتي نفس الكلام مع كابتن حسام بدري في الماتشين اللي اتلعبوا. هل شايف طموحات الناس اكتر من الامكانيات اللي موجوده في اللعيبه، ولا في لعيبه فعلا كويسه والمديرين الفنيين هم مش عارفين يستغلوها كويس؟ لا، في لعيبه ظهرت بشكل كويس جدا موجوده. بالنسبه لان انت تجمع ما بين الاداء والنتيجه يا كابتن حازم، انت كبير محللنا موجود في الدوري المصري وموجود على قنوات كتيره كنت دايما بتحلل. العالم والخريطه الكرويه العالميه اتغيرت، العالم كله بقى يشتغل تكتيكي كابتن حازم. يعني تكتيك يعني فرقه منظمه، يعني ازاي هتضرب من ثغره، ازاي هتستغل خطا، ازاي استثناءات في الكوره دلوقتي بتحصل، استثناءات كتيره بتحصل، في استثناءات كتير، في متعه، في مثلا بايرن يكسب برشلونه وات ايفر، يعني الرقم اللي بيكسبه اتلتيكو بيخسر مش عارف من البايرن. في استثناءات في كوره، في تغيرات حصلت في لكن احنا لا نمتلك الجمع بين الاثنين. انت احيانا لكن في الاخر النتائج الايجابيه هي اللي بتغطي على الاداء. الكوره في العالم اتغيرت. لو عايز انت تسمع مديرين كتير فنيين في العالم كله
اسماء كبيره جدا يقول لك لو عايز تتفرج على كوره، ابرزهم يمكن كان في الاخر يمكن فايلر ولا حد من الحاجات اللي هي كانت قريبه مننا، قال لك لو عايز تستمتع بحد يمتعك في الكوره روح السيرك، اتفرج على الفري ستايل. انت فاهمني ازاي؟ صح. الكوره بتاعتنا بتاعت زمان اللي انا وانت لعبناها وانت كنت فيها مميز جدا، اللي هي المهاره والمتعه، وحازم لو ما عملوش 2 3 4 خلت الناس تقول فتحت بقها زي ما احنا بنقول وعلت صوتها. ده زمن شويه النهارده ولا شويه يا كابتن حازم. النهارده هتلاقي ميسي دلوقتي، ميسي مش ببريق ميسي اللي احنا كنا بنتفرج عليه من 7 8 سنين مع انيستا وتشابي وكل دول. الخريطه والعالم اتغير، التكتكس اتغير في الكوره في كل العالم. النهارده تسال اي مدرب كوره ولا نتيجه يقول لك نتيجه. انت فاهمني ازاي؟ كوره ولا نتيجه؟ نتيجه. فبالتالي صعب جدا الجمع بين الاثنين. حتى الفرق الصغيره اللي انت متخيل ان انت ممكن تعمل عليها شكل في الكوره، ممكن تعمل عليها شكل في الكوره وما تجيبش فيها نتيجه. يعني على اعتبار مثلا كينيا وتوجو والفرق الصغيره اللي انت كانت زمان بالنسبه لك تكسبها بالخمسه والسته فتعمل عليها نتيجه وسكور. ما بقاش في الكوره، ما تقدرش تعملها دلوقتي لانك فيها صعوبه. تاني وتالت عايز اقول لك اهم حاجه في العناصر دي المواهب قلت. لا مش قلت، دي انقرضت. المواهب اللي كانت الملعب كان فيه 5 و6 و7 مواهب بيعملوا لك طابلوه حلو في داخل الملعب، حتى ولو طابلوه مش منظم. يعني لو طابلوه مش المدرب ملوش دخل فيه، بس هم بيعرفوا يعملوا طابلوه جماعي من خلال امكانياتهم ومهاراتهم اللي كانوا عليها. غير العالم دلوقتي يا كابتن حازم، النهارده كل الفردي في سرعه، فردي في مهاره شوط، فردي في مهاره كروس، فردي مش فردي في حاجه جماعيه بتطلع هارموني فيها في الفرقه. فالدنيا اختلفت كتير. تلاقي نفسك انت وانت بتتفرج على الدوريات الاوروبيه ما بقتش تستمتع زي زمان، زي ما كنا بنقعد لا مستنيين الريال لما يلعب وبرشلونه لما يلعب والسيتي و فلا الكوره اختلفت. هتفضل النغمه دي لان احنا بطبيعتنا شعب ذواق، فمش يعني هتدور راجع الاهلي والزمالك تكسب ولا تأدي كوره. طب اسامه انت بتتكلم بتقولي دلوقتي في لعيبه يعني غير ايام ما كنتوا انتوا موجودين، في لعيبه ظهرت بشكل قوي. مين كان ممكن دلوقتي يلعب معاكم في مثلا في كاس العالم؟ مين اللي انت شايفه دلوقتي كان ممكن يبقى موجود على امكانياته الحاليه مثلا؟ يلعب معانا مصطفى، يعني يلعب معانا مصطفى بهويتنا احنا اللي هو عايزين مثلا عايزين لعيب قوي، عايزين لعيب محطه اللي هو كنا احنا بنستغله في رمضان في مروان محسن. في الفتره اللي احنا استغلناها مصطفى محمد يقدر يلعب بعد نضجه في الفتره اللي فاتت، بعد خوضه الوصول للاولمبياد مع الكابتن شوقي غريب، بعد نضج فتره مع الزمالك، بعد احرازه بعد عنده نضج ولسه عنده نضج اكتر من كده يقدر يديك يعني بشكل قوي جدا. ناصر ماهر كان ممكن تخش بيه بشكل كويس جدا، برضو عنصر من العناصر اللي شغاله بشكل كويس جدا. دي من العناصر اللي هي يعني ملفتة دلوقتي في الفترة دي. السولية بيأدي بشكل رائع جدا الفترة اللي فاتت دي. كل دي عناصر تقدر تستغلها بشكل جيد جدا، مفاتيح لعب تبقى إضافة ليك في الفترة دي. العدد مش كبير قوي زي ما انت متخيل، لكن بنضجهم لو احنا بنقيس نضجهم دلوقتي بالفترة اللي احنا كنا شغالين فيها، لا كانوا يقدروا يساعدونا ويشتغلوا معانا بشكل كويس يعني. بشكرك يا أسامة، شكرا جزيلا، نورتنا، وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه باذن الله ان شاء الله. شكرا يا أستاذ، شكرا جزيلا. كابتن أسامة نبيه طبعا كلام مهم جدا. ويمكن فتره كوبر في منتخب مصر مع كابتن أسامة نبيه مع كابتن احمد ناجي مع محمود فايز كانت فتره دايما لما الحاجه تكون موجوده دايما بنقعد نهاجم وننتقد، واول ما بتمشي نقول يا والله كانوا كويسين في اي مجال، مش بس في الكوره على فكره، ولا بس في المنتخب، في اي حاجه. طول ما الناس تبقى قاعده نقعد دب، ولما يمشوا نقول والله دي ناس كانوا كويسين، والله ده ناس كانوا هايلين والله. طبعا فاكرين ساعتها الدنيا كانت على طول قايمه على كوبر ازاي، لكن بعد كده الناس قالت لك والله كوبر فعلا بيلعب بالظبط على قد الامكانيات اللي موجوده. ولكن احنا دايما عندنا كرة القدم هي يعني او في العالم كله الانتقادات في كرة القدم على طول موجودة، وكل الناس ليها اراء. ودلوقتي بعد السوشيال ميديا بقت الاراء بتوصل بسهولة وبسرعة لكل المسؤولين، ان كان مديرين فنيين ان كان اساسيين في الادارة. الناس بقت تعرف الاراء بسرعة جدا، وبقى وسيلة ضغط على
ادارات الانديه والمنتخبات بشكل كبير جدا، وهو السوشيال ميديا. لما بيحصل حاجه وعدم رضا من جانب جماهير بيبان، وده بقى موجود وبقى بيأثر في قرارات كل الناس، مش بس في مصر، في اوروبا كلها حتى بقى يحصل نفس الكلام. الكوره بقت او الناس كلها بقت تتكلم في الكوره، ودايما الكوره مش مالهاش، مش ما حدش متخصص في الكوره، ومفيش حد يدعي ان هو عارف كل حاجه في الكوره على فكره. لان الكوره اي حد ممكن يغلط في تقييمه اللعيب، واي حد ممكن يغلط تقييمه المدرب. مش معنى كده ان هو ما بيفهمش او ان هو مش عارف، لا، هي كوره كده. ممكن يبقى تقييمك لمدرب على فكره انه كويس جدا، ويبقى فعلا كويس، ويجي السنه اللي بعديها يبقى مش شايف، فيبقى تقييمك غلط بعديها. بعد كنت والناس ترجع لك بقى تقول انت قلت عليه ده احسن مدرب. مثلا كنت قلت عليه من سنتين وكان كويس، بس دلوقتي مثلا مش كويس، لان هي متغيرات كره القدم زي اللعيبه. ممكن تقول على واحد مثلا صفقه جايه، تلاقي ناس تقول لك ما عنده، لا ده وحش جدا، وتلاقيه مكسر الدنيا بعديها ب5 6 ماتشات. فالدنيا مختلفة يعني، والكرة وجهة نظر مختلفة، ولكن الكرة بقى ليها جمهور، او مش بقى ليها، بقى صوت الجمهور بقى واصل قوي قوي قوي، وده ساعات بيبقى ايجابي وساعات كتير بيبقى سلبي يا جماعة. يعني لعيب الكرة لما بيشوف شتمته بنفسه ممكن يتأثر، خصوصا ان احنا هنا ما بنرحمش. يعني لو حد غلطش دب 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 وكوميكس وبتاع، لو لعيب مركز في السوشيال ميديا مش هيلعب كرة تاني. طيب يعني ده كلام كده مجرد ان احنا بنتكلم عن الكوره والسنه اللي خلصت والكوره اللي خلصت، الموسم الطويل جدا اللي بنتكلم فيه ده. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المستمعين، وبكره ان شاء الله حلقه